عمرك وقفت قدام قرار مهم في حياتك ومش عارف تختار، وحاسس ان كل اختيار غلط وكل خطوة فيها خوف؟ القلق والتوتر طبيعي جدا لما نكون محتارين، ولكن ربنا دايما موجود علشان يهدي قلبنا. الكتاب بيحكي عن سليمان لما أصبح ملك وكان عنده مسؤولية كبيرة جدا، وطلب من ربنا حكمة علشان يعرف يفرق بين الصح والغلط. ربنا استجاب له وأعطاه أكتر من اللي طلبه. يمكن النهاردة انت محتار ومش عارف تختار الطريق الصحيح، وقلقك زايد في كل خطوة. صدقني ربنا قادر يهدي قلبك ويدلك على الطريق الصح لو وثقت فيه واعتمدت عليه. قول له: يا رب ساعدني اختار الصح في حياتي، واديني حكمة قلبك اعمل بيها في كل خطوة. خلي قلبي مطمن وواثق انك معايا في كل الظروف. لو الفيديو قربك من ربنا أو رجع لك شعور بالطمأنينة، شاركه مع أي حد يكون محتاج يسمع رسالة زي دي النهاردة، وسيب تعليق أنا محتاج حكمة ربنا، وافتكر تعمل لايك وحفظ للفيديو علشان ترجع له وقت ما تحس بالارتباك أو القلق. وافتكر مهما كان القرار صعب والخيارات كتيرة، ربنا دايما معاك وهيهدي قلبك وقادر يخليك تختار القرار الصحيح.